مزنوق في مبلغ وعايز كارد، مفيش مشكلة. تطبيق كاش بوكس للقروض الشخصية من الموبايل، تقدر تحمله وتطلب كارد. هيطلب منك صورة البطاقة، صورة سيلفي، تفتح له الداتا على الموبايل ان هو يخش على ملفاتك الشخصية، الاستوديو، الكاميرا، لان هو يفتح الكاميرا عشان يشوف ان انت اللي بعت صورة البطاقة هو الشخص اللي بيكلمه يعني، او اللي عايز منه كارد. ما تدخلوش صورة بطاقة ابن عمتك يعني تقول له انا عايز كارد كده يعني. هو بيفتح الكاميرا، بيفتح الاستوديو، يشوف الصور، الفيديوهات، يفتح كل حاجة على التليفون بتاعك، ملفاتك الشخصية، حساباتك الشخصية، حساباتك البنكية، كل حاجة. في الاخر انت حضرتك بتطلب منه كارد مثلا ب 500 جنيه، بيقولك انت ما ينفيش اقل من 200 جنيه او اكتر من 200 جنيه، لان انت لسه جديد معانا ولسه مجربناكش، فهنجربك ونشوفك. لو انت طلعت انسان كويس وبتدفع بانتظام، هنزود لك الحد الائتماني، يبقى ايه، 300 جنيه المره الجايه. طبعا ال 200 جنيه هتستلمهم 170 جنيه هتدفعهم 235 جنيه بعد مصاريف فوري. الربا حرام يا جماعه، والتطبيقات دي كلها عايزه الداتا بتاعتك، صور، فيديوهات، حسابات، ملفات، كل حاجه عايز تاخدها من على تليفونك. نسبة الناس اللي بتقبض من التطبيقات دي بعد ما تعمل طلب على القرض هي نسبة مثلا 2% من قيمة الناس اللي بتقدم على القروض. طبعا ممكن يقولك تم الموافقة على القرض وقيمنا بتقييم كويس ومش عارف ايه، تيجي تقيمهم تستنى يوم واتنين وتلاتة واسبوع، وفي الاخر مفيش حاجة جاتلك. نصيحة، بلاش القروض، لان الربا حرام والقروض حرام، واللي بيتاخد منك انت بتزعل عليه وبتندم عليه وتفضل تعيط وتقول يا ريتني ما اديت صلاحية ان هو يخش على الصور والفيديوهات والملفات، كل حاجة على الموبايل بتاعك. اشوفكم على خير ان شاء الله.